السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة هنشرح الدرس الرابع في الوحدة الأولى. الدرس بيتكلم عن الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر. طبعا احنا أخدنا أول 3 دروس نفكر بعض بهم. أول درس اللي هو نمو السكان، تاني درس الهرم السكاني، تالت درس المشكلة الزيادة السكانية، والثلاث دروس دول كان جغرافيا. درسنا النهاردة درس تاريخ بيتكلم عن حياة المصريين القدماء. قبل ما ابدا درسنا طبعا اللي لسه بيتابعنا لاول مره ما ينساش يضغط اشتراك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وتابع معنا كل جديد على قناتنا. درسنا النهارده اسمه الحياة الاجتماعية. طب انا عايز افهم يا مس يعني ايه حياة اجتماعية؟ حياة اجتماعية يعني طبقات المجتمع المصري، ان المجتمع المصري كان بيتكون من طبقات، وهنتعرف كمان عن العادات والتقاليد اللي بيمارسها المصريين القدماء. دي اسمها حياة اجتماعية. طب اول درسنا النهارده بيتكلم عن المجتمع المصري قديما. المصريين القدماء كانوا المجتمع عندهم بينقسم إلى طبقة واحدة ولا عدة طبقات؟ طبعا المجتمع بينقسم إلى عدة طبقات. مفيش مجتمع كله طبقة واحدة، لأن إحنا مش كلنا أغنياء ولا كلنا فقراء. لا طبعا المجتمع في طبقة منه غنية، وفي طبقة متوسطة، وفي طبقة فقيرة. فعلشان كده لما أقول لك انقسم المجتمع المصري إلى كم طبقة، هنقول 4 طبقات. وكان كل طبقة من الطبقات دي كان لها دور كبير في بناء الحضارة المصرية القديمة. طب تعالوا نتعرف على الطبقات دي. طبعا الطبقات دي واخدة شكل الهرم. أول طبقة خالص اللي هي قمة الهرم من فوق اللي هي الملك وأسرته. تاني طبقة الوزير وكبار الكهنة اللي هم رجال الدين، وحكام الأقاليم اللي هم المحافظين حاليا، وقادة الجيش والكتبة. تالت طبقة اللي هي صغار الموظفين والتجار وكبار الحرفيين. آخر طبقة اللي هي رابع طبقة المزارعون والرعاة والصيادون وصغار الحرفيين، ودي بتمثل قاعدة الهرم. دي معظم سكان مصر أو المصريين القدماء كانوا بيتكونوا من أي طبقة؟ بيتكونوا من الطبقة الرابعة اللي هي بتسمى عامة الشعب. يبقى المصريين القدماء معظمهم من الطبقة الرابعة، لأن الطبقة الأولى اللي هي الفرعون او الملك واسرته دي طبقه طبعا قليله جدا في عدد السكان. اما الطبقه الكبيره جدا في عدد السكان اللي هي بتمثل اللي هي قاعده الهرم طبعا اللي هي الطبقه الرابعه اللي هم عامه الشعب. كده اتكلمنا عن طبقات المجتمع المصري. يبقى ما اجي اقول لكم طبقات المجتمع المصري بيتكون من كم طبقه؟ شاطرين، انا سامع حبايبي بيقولوا معاهم فعلا من 4 طبقات. طب احنا هنتعرف على ايه كمان؟ الأسرة المصرية القديمة. اي أسرة بتتكون من ايه؟ من أب، أم، أبناء. احنا هنتعرف على دور كل فرد في الأسرة. هنبدأ أول حاجة بدور مين؟ دور الأب. ايه دور الأب؟ انت دي ممكن تقولها من نفسك، مش محتاج ان انت تحفظها. دور الأب ان هو بيرعي أفراد أسرته، ان هو بيهتم بأفراد أسرته. تاني حاجة ان هو بيعمل من أجل توفير احتياجاتهم، ان هو بيشتغل عشان يوفر كل حاجة هم عايزينها. طب دي بالنسبة لدور الأب. دور الأم. دور الأم إنها بتقوم برعاية الأبناء، وبتشرف على أعمال المنزل، حاجات كتير من طهي وترتيب وتنظيف. تالت حاجة إن المرأة بدأت تدخل في سوق العمل، بدأت تشتغل، إنها بتدخل في مجالات عديدة زي الطب، الزراعة، التجارة. دي بقول عليها دور المرأة. طب دور الأبناء، إن الأبناء لازم يتعلموا تعليم كويس اللي هو تعليم القراءة والكتابة ودراسة العلوم المختلفة. كمان الأبناء بيساعدوا والديهم فين؟ في عديد من الأعمال، سواء كانت الأعمال دي داخل المنزل أو خارج المنزل. دي دور الأبناء. يبقى الأسرة المصرية القديمة بتتكون من أب وأم وأبناء، وكل فرد ليه دور فين؟ دور في الأسرة. دي بالنسبة لأول جزء أخدته. يبقى الجزء اللي احنا هنقسم الدرس بتاعنا النهاردة إلى جزئين. أول جزء هتكلم فيه عن 3 حاجات. أول حاجة اتكلمنا عنها اللي هي طبقات المجتمع المصري. تاني حاجة اتكلمنا عنها اللي هي الأسرة المصرية القديمة. تالت حاجة هتكلم عنها وهي دور المرأة. طبعا سواء دور المرأة قديما أو حديثا، يعني أيام المصريين القدماء أو حديثا اللي هي دلوقتي. يبقى دور المرأة في المجتمع قديما وحديثا، هنقارن ما بين الاتنين. طبعا دور المرأة قديما
يعني في عصر الدولة القديمة كانت بتتولى مناصب كتير. يعني ممكن تلاقي المرأة ديت ملكة، أو ممكن تلاقيها قاضية أو وزيرة أو كاتبة أو كاهنة، زي الملكة طبعا الملكة نفرتيتي. كمان إن المرأة ديت إنها من حق لها إنها تبيع، اللي هو البيع والشراء والميراث. طب كمان المرأة دي كانت بتنال، أو يعني بيحترموها وبيقدروها كويس قوي، إن المجتمع كان بيحترم وبيقدر المرأة، فكانت دائما محل احترام وتقدير من المجتمع. دي بالنسبة لدور المرأة المرأة قديما. طب دور المرأة حديثا حاليا، طبعا المرأة حاليا برضو بدأت تدخل في سوق العمل، ان طبعا منها المهندسة والطبيبة والمدرسة. مش كده بس، لا، ده ان المرأة كمان بدأت تتولى مناصب كتير في المجال السياسي، ان المرأة دي اصبح منها الوزيرة والقاضية، وكمان بدأت تشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من الأحزاب السياسية. دي المجال السياسي. دي بالنسبة للمرأة حديثا. يبقى احنا عرفنا الفرق ما بين الاتنين، دور المرأة سواء كان قديما أو حديثا. دي أول جزء من الدرس بتاعنا النهاردة. يبقى أول جزء اتكلمنا فيه عن طبقات المجتمع المصري، وعرفنا إن هو بيتكون من 4 طبقات. وطبعا يعني أول طبقة اللي هي قمة الهرم الفرعون وأسرته، وقاعدة الهرم اللي هي عامة الشعب. اتكلمنا تاني حاجة عن دور الأسرة المصرية قديمة، سواء كان دور الأب أو الأم أو الأبناء. ثالث حاجة اتكلمنا عنها دور المرأة في المجتمع قديما وحديثا. قديما يعني أيام المصريين القدماء، وحديثا دلوقتي. طب تاني جزء من الدرس هنتكلم عن ملامح أو خصائص الحياة الاجتماعية عند المصريين القدماء. حياتهم كانت عاملة ازاي؟ حياتهم دي كانت كلها شغل بس، ولا كان في جانب تاني ان هم كانوا بيلجأوا اليه علشان يعني يروحوا عن نفسهم، ان هم عايزين يتسلوا يلعبوا؟ مش كل حياتهم تبقى كلها شغل بس. ايوه، في جانب تاني اللي هو بسميه اللي هو وسائل التسلية والترفيه. يعني ايه وسائل التسلية والترفيه؟ يعني في حاجات انا بلجأ ليها علشان اسلي او رفه نفسي في وقت مثلا اللي هو فراغي، ان انا يعني خلاص اشتغلت في ليا وقت فراغ، انا عايز عايز العب. زي ايه بقى هي وسائل التسلية والترفيه؟ يبقى من ملامح الحياة الاجتماعية قديما وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء. عندك اول حاجة العاب التفكير. في ألعاب عندهم كانت بتعتمد على التفكير، زي لعبة اسمها لعبة السنت، اللي هي بنسميها حاليا لعبة الشطرنج. طب تاني حاجة اللي هي الألعاب الرياضية، زي السباحة، التحطيب، المصارعة. الحاجات دي عندهم، أيوة عندهم. احنا دلوقتي الحاجات دي احنا واخدينها منهم. طب الألعاب دي كانت خاصة بالأطفال بس؟ لأ، ده في ألعاب خاصة بالأطفال وبالرجال والنساء. طب عندهم كمان غنى وعزف على الآلات الموسيقية. وطبعا يعني كانوا بيهتموا بالغناء والموسيقى. ومن أشهر يعني الآلات الموسيقية عندهم كانت المزمار والطبول. طب كمان كانوا بيحتفلوا بالأعياد والمناسبات. كان عندهم أعياد كتيرة جدا، زي عيد ميلاد الملك وتولية العرش. تاني حاجة عندك أعياد الفيضان والحصاد. كمان عندك عيد شم النسيم. فعندك كمان عيد رأس السنة. احنا أعيادنا اللي احنا بنحتفل بها دلوقتي معظمها واخدينها منين؟ من المصريين القدماء. يبقى أي حاجة احنا بنعملها دلوقتي تلاحظوا ان احنا واخدينها من المصريين القدماء. دي اسمها عادات وتقاليد، هم كانوا بيعملوها فاحنا بنعملها زيهم. يبقى أنا اتكلمت أول حاجة عن وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء، زي ايه؟ زي ألعاب التفكير والألعاب الرياضية والغناء والعزف على الآلات الموسيقية والاحتفال بالأعياد والمناسبات. بعد كده هتكلم عن الملابس عند المصريين القدماء. الملابس ديت كان كل طبقة زي التانية؟ لا طبعا، كانت بتختلف. مش كل طبقة هتلاقوها زي الطبقة التانية، لأن كل طبقة لها مستوى معيشي مختلف عن الطبقة التانية. يبقى تاني جزء من درس من اللي أنا هشرحه دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ الملابس. هنقارن ما بين الملابس ما بين الأغنياء وعامة الشعب. يعني الأغنياء كانوا بيلبسوا ايه وعامة الشعب كانوا بيلبسوا ايه. يبقى ما يجي يقولك بما تفسر تختلف الملابس عند المصريين القدماء. ليه الملابس كانت بتختلف؟ بتختلف بسبب اختلاف طبقات المجتمع المصري، لأن مش عندي طبقة واحدة، عندي طبقات كتير، فكل كل طبقة لها مستوى معيشي مختلف، فبالتالي اللبس هيختلف.
طب انا عايزه اقارن ما بين بقى ايه، ملابس الملك والاغنياء وملابس عامه الشعب. ملابس الملك والاغنياء اللي هي دي تعتبر يعني اعلى قمه في اعلى طبقه في المستوى المعيشه، اللي هي طبقه الملك والاغنياء. كانوا بيلبسوا اللبس بتاعهم كان مصنوع من الكتان، بس الكتان اللي هو عالي الجوده، والكتان ده دي محصول كانوا بيزرعوه علشان يصنعوا الملابس بتاعتها منه. كمان بيصنعوها بقى ايه من الحرير، ومعظم ملابس الاغنياء كانت من الحرير. الحرير ده مش بيتزرع، الحرير ده بتصنع ان هم بيجيبوه من دودة القز اللي هي بتتربى طبعا على شجر التوت، فكانوا بيستوردوه من بلاد فينيقيا اللي احنا بنسميها سوريا ولبنان دلوقتي، فكانوا بيستوردوها من بره، ما كانتش موجودة في مصر. كمان اللبس بتاع الاغنياء كان بيتميز بالتطريز، ان هو كان مشغول عليه، مشغول بالحاجات بالذهب والفضة والاحجار الكريمة. دي بالنسبة لملابس الملك والأغنياء. أما ملابس عامة الشعب كانت بتصنع من الكتان، بس الكتان مش عالي إيه، مش عالي الجودة، وكانت بإيه، بتتميز بالبساطة. يبقى إحنا قارنا دلوقتي ما بين إيه وإيه، ما بين ملابس الملك والأغنياء وملابس عامة الشعب، وعرفنا إن الملابس ليه بتختلف عند المصريين القدماء. هنقول بسبب اختلاف طبقات المجتمع المصري واختلاف مستوى المعيشة. آخر جزء في درسنا النهاردة هنتكلم طبعا عن أدوات الزينة عند المصريين القدماء، وخاصة عند مين؟ عند المرأة. طبعا المرأة بطبيعتها كانت بتتزين وكان عندها أدوات للزينة. احنا هنتعرف على الأدوات دي يعني زي ايه. احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا واخدين يعني الحاجات ديت من المصريين القدماء، بس بنطورها على حسب العصر اللي احنا عايشينه. طب ايه هي ادوات الزينة عند المصريين القدماء؟ المصريين القدماء كانوا بيستخدموا ادوات الزينة زي الاساور والقلائد، وزي الاقراط اللي هي الحلقان، وكمان زي الخواتم والكحل والعطور. كل ده كان موجود عند المرأة. وكمان كانوا بيهتموا بحاجة اسمها الشعر المستعار، اللي هو زي الباروكة كده. يعني احنا كانوا بيحطوا على شعرهم شعر مستعار، الشعر ده علشان يحمي شعرهم من أشعة الشمس، لأن الجو عندهم بيبقى شديد الحرارة، فكانوا بيحطوا على شعرهم اللي هو الشعر المستعار. دي طبعا مش شعرهم الحقيقي، بيبقى زي الباروكة علشان يحمي ايه، يحمي شعرهم. يبقى دي من أدوات الزينة عند المصريين القدماء. دي درسنا النهاردة، درس سهل جدا وبسيط. يبقى أنا قسمت النهاردة الدرس إلى جزئين. أول جزء اتكلمت فيه عن طبقات المجتمع المصري، واتكلمنا عن دور الأسرة المصرية القديمة ودور المرأة سواء كان قديما أو حديثا. الجزء الثاني من الدرس اتكلمنا فيه عن وسائل التسلية والترفيه عند المصريين القدماء، واتكلمنا فيه عن الملابس عند المصريين القدماء ما بين الأغنياء وعامة الشعب، وآخر حاجة أدوات الزينة عند المصريين القدماء. فعلشان كده الحضارة المصرية القديمة ازدهرت لأن كان في تماسك في الأسرة المصرية، وكانت الأسرة دي إنها كانت بتهتم بتغرس في أبنائها الحب والصدق والتعاون والاحترام وإتقان العمل. وكمان كان العمل عندهم كان بجد واجتهاد، وكانت كل طبقة بتعاون الطبقة التانية، ما كانش فيه تمييز بين الطبقة دي والطبقة دي. فعلشان كده كان في ازدهار في الحضارة المصرية القديمة. كده الدرس بتاعنا خلص. أتمنى تكونوا فهمتم الدرس كويس قوي، استفدتم من الدرس. درس سهل جدا وبسيط بيتكلم عن حياة المصريين القدماء. طبعا لسه درس واحد اللي هو الدرس الأخير، الحياة الدينية، ويبقى كده خلصنا الوحدة الأولى. إن شاء الله انتظرونا في الحصة الجاية بإذن الله. هناخد طبعا آخر درس في الوحدة الأولى اللي هي الحياة الدينية. وبالتوفيق وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.